ازيكم يا ولاد عاملين ايه؟ النهارده هنتكلموا عن مي القاضي، الفنانة او الراقصة او اي حاجة تقدروا تفهموها. طلعت في مسلسل العتاولة. طلعت دور الراقصة. وبتحب طارق لطفي في المسلسل. طلعت بتصريح من عندها، بتقول فيه ان مامتها كانت صارمة وحازمة معاها جدا. لو لبست أي لبس ضيق أو ملفت، ولو اشترت حاجة زي كده، تصحى الصبح، تصحى من النوم تلاقي مامتها مقطعة لها اللبس ده. معلش، هي ماما كانت فين وانت لابسة بدلة الرقص وموريانا اوراقك ودراعاتك واعضائك ماما فين؟ نامت ماما ولا راحت فين؟ ولا بدلة الرقص حاجة واللبس بتاع الخروج حاجة تانية؟ عايزين بس نفهموا النقطة دي. آم، معلش، يعني احنا في ايام مفترجة يا اختي. يا بنت، ده احنا في ايام مفترجة يا بنت. اتقي الله، اتقي الله، بدل ما تورينا وراكك ودراعاتك. يعني اتقي الله. بصي على مي عمر، لابسه لابسه يا عيال باحترامها، قاعده يا اخويا اوسخ من ستي الا سيدي. يعني هقول ايه؟ بس هقول اتقوا الله. الناس صايمه. احنا المفروض اصلا ما نتفرجوش على المسلسلات وبنقعدوا نذكروا الله ونقرا قران، بس اهو مضطرين. ايه اللي بقى مخلينا مضطرين؟ انا مش عارفه، بس اهو بنتفرجوا وبس. بس خلينا نتفرجوا، ما ناخدوش ايه، ناخدوا لنا حسنيه ولا ناخدوا لهم اي حاجه. اشكالكم دي هتخلينا ناخد حسنات؟ والله العظيم طول ما بنتفرجوا على التلفزيونات ونشوفوكم مش هناخد حسنات. اتقوا الله، واعرفوا انكم انتوا في ايام مفترجه. المسلسلات دي نازله في رمضان. لما تيجي بقى حبيبتي تتكلمي على الست الوالدة وتقولي ماما كانت وعدت، خلي تصريحاتك في محلها، خلي تصريحاتك صح. ناخده عنك اختي فكرة صح. ماشي، مش تقولي ماما كانت وماما بتعمل وماما بتقطع لي هدومي وماما سايباكي ببدلة رقص. يعني ايه ده؟ يعني تيجي ازاي دي؟ ازاي تطلعي تصريح زي ده ونلاقوكي بسم الله ما شاء الله نازله لنا ببدلة الرقص وفي دور حقير اصلا في العتاولة؟ اهو ربنا يهديكي ويهدي اللي زيك، واتقوا الله عشان عيالنا دلوقتي بيقلدوكم. اتقوا الله في نفسكم وفي عيالنا وفي الجيل اللي طالع. اتقوا الله.